ثورة 25 يناير كانت من أهم الثورات في تاريخ مصر، والثورة دي كان ليها مميزات كتيرة قوي. أهم ميزة إن هي فعلا غيرت في أخلاق المصريين اللي اتعرفت بعد كده بروح الميدان أو أخلاق الميدان. كان كل الناس بتتكلم عن الروح دي، ومش بس إحنا، ده إحنا بقينا قدام العالم كمان صورة مشرفة جدا، وكان كل الناس بتتكلم على أخلاقنا. وفجأة الحال اتقلب، وكل اتغير. وقت الثورة رجع تاني أسوأ، ورجعت ريما لعيلتها القديمة، وكمان في سلوكيات بقت أسوأ من الأول. نزلنا الشارع وشفنا حاجات كتير، ما تيجي نشوف. اروح لك فين؟ شارع واسع، شارع واسع، بس لو امك اللي جايبها لك. لا ما عنديش اخوات بنات. ما عندكش اخوات بنات؟ شفتوا الفرق كبير ازاي؟ نفسنا نرجع مرة تانية لأخلاق الميدان، الأخلاق اللي كانت موجودة وقت الثورة، واللي رشحت الشعب المصري إنه ياخد جائزة نوبل. الأخلاق اللي هتغير شكل البلد وهتقابلها من الشقلبة اللي أنا فيها دي، لأنها تعبت. مش لازم تحصل ثورة تانية عشان نتغير. أي تغيير عايز تشوفه في اللي حواليك ابدأ بنفسك.